السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاول نتحدثوا فيه على كيفاش خصني نتعامل مع البحث ديال نهاية السنة. هذا الفيديو خاص بالطلبة ديال السداسية السادسة، الناس اللي مقبلين على البحث ديال الإجازة. بالتالي غادي نحاول نعطيكم بعض المعطيات، بعض المعلومات اللي غادي تقربك لكيفية التعامل مع البحث ديالك. بطبيعة الحال البحث ديال الإجازة كيكون بعض المرات تابعك مورا الإجازة ديالك، ملي كتمشي كدوز شي كونكور أو لا في الماستر ديالك هكذا، كيسولوك على شنو هو البحث اللي كنتي درتيه، ولا شنو هو الموضوع اللي تحدثتي عليه في السلك ديال الإجازة. بالتالي ممكن تلاقى مع شي واحد في اللجنة اللي التخصص ديالو شي أستاذ يوازي أو يلائم التخصص ديال البحث ديالك. بالتالي غيسولك ويستفسرك في البحث. شنو هما الأمور اللي خصني نضبطهم قبل ما نمشي ندوز الحصة الأولى ديال البحث مع الأستاذ المشرف؟ أولا كيخصني نضبط بعض المواضيع. غنمشي وغندي معايا واحد العدة، واحد 4 ولا 3 ديال المواضيع، اللي هاد المواضيع غيكونوا مواضيع مستجدة. بطبيعة الحال ما غاديش ناخد واحد الموضوع اللي هو مستهلك كيكتب فيه بنادم بزاف، وأي كتمشي لجوجل كتكتب عليه داك الموضوع كيطلعوا لك العشرات ديال المواضيع بحالو. لا، كنحاول نخصص واحد الوقت نبحث شويه على المواضيع اللي هي راهنيه، مواضيع ديال هذا الوقت، وفي نفس الوقت فيهم بعض بعض المراجع، بالتالي غندي معايا واحد 2 ديال المواضيع، 3 ديال المواضيع، 4 5 غنحاول نديهم معايا في ورقة نقترحهم على الأستاذ. ملي غيقول لي الأستاذ مثلا شنو هو الموضوع اللي كتقترحو، غناخد واحد الموضوع منهم ولا 2 ولا 3، نقول له أستاذ أنا نقترح هاد المواضيع، نقول ليه في الحصة الجاية ولا في الحصة الجاية غادي نحاول نجيب لك تصميم. في الحصة الجاية الحصة الثانية شنو غدير؟ غتكون أكاديمي في التعامل ديالك مع الأستاذ، ماشي غتمشي غدير واحد التصميم تكتبوه في واحد الورقة ودير ليه. ما تكونش عشوائي في التعامل مع البحث ديالك، أن البحث هذاك راه ديالك وغيكون تابعك. ويستحسن أنك إلا كتشوف راسك قد على داك البحث خدموه بوحدك. كتشوف راسك محتاج شويه ديال التعاون، خدم مع مع الجروب، خدم مع 2 ديال الدراري ولا 3 ديال الدراري، شريطة أن يكونوا هاد الدراري هادو أنهم يكونوا انتريسي، مهتمين بداك البحث. ماشي واحد يقول لك خدم انت وهو يمشي ما يتسوقش. لا، حاول انك تختار الدراري اللي مجتهدين اللي غيخدموا معك في البحث. في الحصه الثانيه كما قلت لك غتحاول تقد واحد PDF ولا تكتب عن طريق الوورد او كذا، تكتب واحد الرابور يكون عباره عن تقرير او مسوده او مسوده تقرير او مشروع تقرير. غتقادو غدير فيه واحد التمهيد على البحث ديالك، يكون عباره عن تمهيد او لا عباره على واحد المدخل، واحد الانتروداكسيون. شنو فيه تقديم على البحث. ثانيا فيه نتحدث فيه كذلك على الإشكالية ديال الموضوع، كذلك على التقسيم اللي غتعتمد عليه، وكذلك على الفرضيات ديال البحث والصعوبات ديال البحث والمراجع المعتمدة أو مسودة للمراجع المعتمدة، 5 6 7 ديال المراجع غتعطيهم للأستاذ. بالتالي ملي غتعطي للأستاذ هذا التقرير هذا غيعرف بأنك بحال كتعطيه شنو هو التصور ديالك للبحث. كيقول هذا السيد هذا راه عارف شنو كيدير، تعطيه داك الرابور كتسنى يجاوب، كيقول لك لا هذه عندك فيها غلطة صحها، لا هذا التصميم غلط صحو. ملي كيعطيك الاوكي، كيعطيك الضوء الخضر انك تكتب، ديك الساعات كتحاول انك تيسر وكتكتب دقه دقه. حاول تكون عندك واحد صله تواصل مع الاستاذ، اي حاجه كتبتيها او مع المنسق ديال الجروب او اي حاجه كتبتيها صيفطها ليه، كتب هي مطلب او لا فقره
صيفطها للأستاذ ديالك. اتفقنا؟ كتبي أي حاجة كتبتيها صيفطها للأستاذ ديالك باش يعرف بأنك أنت على تواصل معاه وأنك راك خدام، ماشي تبقى من الحصة اللي قال لكم بحثوا تبقى غابر حتى الحصة سميتو وتعطيه داك البحث يقول مع راسو هذا مشى دار ليا كوبي كولي البحث وجابو ليا. ضروري يكون واحد النوع ديال التنسيق. والبحث يعني كيدوز بطبيعة الحال ساهل، المناقشة كدوز ساهلة، يكفيك أنك تضبط المراجع ديالك، تحاول تقلب على المراجع يعني ديال يعني الدولة اللي كتنتمي ليها. مثلا انت في المغرب ماشي تقلب على المراجع ديال مصر او ديال تونس، او حاول يعني تبحث في حدود المراجع اللي عندك انت. اتفقنا؟ يعني هذا الشيء اللي متعلق يعني بالبحث هادو فقط معطيات اللي ممكن انها تعاونكم. نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.